إذا مشاهدو قناة شوف تفاعلوا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر العاجل مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء بعض المحسوبين على جماهير الجيش الملكي اللي داروا الشغب وكانوا هازين معهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وواحد منهم هاز مقدة يعني كيتم التقديم ديالهم في هذه اللحظات بمحكمة زجرية لمنطقة عين سبع. في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تابعنا الآن كنتواجدوا أمام المحكمة الزجرية بعين سبع. في هذه الأثناء الموقوفين اللي حصلوا عندهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وعرضوا واحد الشاب لعملية سرقة، وواحد آخر لقوا عندهم مقدة في مدخل مدينة الدار البيضاء. كانوا جايين في الطريق ديالهم الى مركب الرعب محمد الخامس، والحمد لله تم التوقيف ديالهم من طرف العناصر الامنيه فرقه مكافحه العصابات اللي داروا مجهودات كبيره اثناء التفتيش، ولقاو عندهم جناوه وكاين اللي لقاو عندهم قده. في هذه اللحظات عندهم تقديم هنا بالمحكمه الزجريه لعين سبع، راه دخلوهم يعني عدد الموقوفين ما كيفوقش 10 اشخاص، يعني راه كيتم التقديم ديالهم في هذه اللحظات بمحكمه الزجريه لعين سبع. هذا هو الطيش ديال بعض المحسوبين على جماهير الجيش الملكي، يعني راه تم التوقيف ديالهم هازين معاهم اسلحه بيضاء من الحجم الكبير، اسلحه بيضاء من الحجم الكبير. كانوا تلقاو تقريبا 3 جنويات ومقده، 3 جنويات مقده، راه معتقله من بينهم واحد الفتاه، كاينه من بينهم واحد الفتاه اللي تم التوقيف ديالها في واحد السياره بالرفقه ديال 3 ديال الاشخاص، وكانوا هازين معاهم 2 ديال السيوفه، وعرضوا واحد الشاب لعمليه سرقه في مدخل مدينه الدار البيضاء، وتم التوقيف ديالهم من طرف العناصر الامنيه. فبرافو للامن، صراحه الامن اللي قام بمجهودات كبيره، لولا الامن كانت غتوقع كارثه بمدخل مدينه الدار البيضاء. كانوا حرقوا موتور، شعلوا في دراجه ناريه العافيه، وواحد الشاب ايضا تا هو دخلوا فيه في السياره وطيحوه بالموتور وعروه. يعني هذا الشيء كامل وقع في مدخل مدينه الدار البيضاء، بالضبط في منطقه ديال سيدي مسعود. في هذه الاثناء العناصر الامنيه تم التوقيف ديالهم في مدينه الدار البيضاء، في مدخل ديال مدينه الدار البيضاء بالضبط في سيدي مسعود. في هذه الاثناء راه عندهم التقديم، راه جابوهم باش يتقدموا في هذه اللحظات بالمحكمه الزجريه لعين سبع. يعني الوالدين مساكن هما اللي كيبقاو فيها، غير الوالدين هما اللي كيبقاو فيها. الله يحسن عوان الوالدين، يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات راه عندهم التقديم. يعني كاين اللي لقاو عنده جنويه، كاين اللي لقاو عنده مقده، كاين اللي لقاو عنده الحجر، كاين اللي لقاو هاز معاه الهراوات، كاين اللي لقاو هاز معاه العصا ديال البيسبول. يعني هذا الشيء كامل تم التوقيف ديالو من طرف العناصر الامنيه اللي صراحه مشكورين، داروا مجهودات كبيره حتى تمكنوا من توقيف هاد الخارجين على القانون. بعض المحسوبين على الجماهير ديال الجيش الملكي، نحن لا نعمم وانما البعض منهم كاين اللي جاي باش يتفرج بكل روح رياضيه، وكاين اللي جاي باش يمارس اعمال ديال الشغب. فبرافو للامن، برافو للامن، برافو للامن مرات اخرى اللي داروا مجهودات كبيره وتمكنوا من توقيف ديال بعض المحسوبين على الجماهير ديال الجيش الملكي هازين معاهم اسلحه بيضاء من الحجم الكبير. السيوفه كما شفنا مشاهدينا الكرام، لقاو السيوفه، وكاين اللي كان هاز معاه مقده. عباد الله، انت جاي للتيران باش تتفرج وهاز معاك مقده قدها قداش، فهناك نيه اجراميه. جاي هاز مقده، شنو باغي دير بهذه المقده هذه؟ برافو للامن. يعني صراحة عملية تفتيش مدققة طالت جميع السيارات وجميع الكيران وجميع الحافلات اللي جاوا بها الجماهير ديال الجيش الملكي، وتم توقيف ديالهم بمدخل مدينة الدار البيضاء بالضبط في سيدي مسعود في البراج. ولقاو 2 ديال الجناوة ولا 3 ديال الجناوة، ولقاو واحد هاز معاه مقدة، وكاين واحد عرضوه السرقة، شاب كاين الضحية اللي مشى معاهم الضحية اللي عرضوه السرقة، وكاينه من بين الموقوفين واحد الفتاه اللي كانت راكبه حتى هي في السياره مع الاشخاص اللي كانوا هازين جناوه. دابا اخي اشرف، دابا شحال هذه من عام تلعب هذا الماتش ويكلو بدون جماهير ما بين الرجاء والجيش الملكي 6 سنوات ما تلعبش بدون، كيتلعب بدون. قالوا صافي انه غتكون روح رياضيه، الحمد لله راه ما بقاش شغب. هما جايين مجموعه من الاشخاص تعرضوا للتعنيف. واحد السيد مسكين غير داير بالدراجه الناريه ديالو. حنا ما كنعموش، ماشي كلشي، ماشي جميع جماهير الجيش الملكي، ولكن البعض منهم تلقاو ليه كيضربوه بالعصا ديال البيسبول، كيشتفوا عليه. السيد جاب الله رب روحه، اما كون مقاطع غادي يقتلوه. راه الحمد لله منين جات غير في الموطور. السيد راه مسكين، راه ما كيعرف لا رجاء لا وداد لا جيش الملكي لا والو، مسكين غادي بيضاوي دايز ولد سيدي مسعود بيضاوي شدوه فرشخوه. انا ما كنعممش، ولكن البعض منهم دابا راه هاتشوما، راه الوالدين اللي غيبقاو فيها، الوالدين مساكن هما اللي غيبقاو غاديين مجرجرين. حنا كنهضروا دابا على قبل اللقاء
ومن وراء اللقاء انا شوف اشياء اللي خصنا نتفاداو وحنا مقبلين على بزاف التطورات. كيفاش غنسوقوا الكره انسان ما يفكرش حدا، انسان يفكر في المستقبل ديالو. بالنسبه لهاد الامور هذه راه كتكون فيها عقوبات سجنيه اللي كبيره، راه مشى لك المستقبل ديالك، مشات لك حياتك، والديك حتى هما غتضيعهم معاك في لحظه الطيش. هذا الطيش هذا الطيش انا نهز السيف باش نبان انا نقول انا راه انا غنمشي نتفرج. علاش غادي نهز السيف؟ ولد خالتي انا ولا خويا كيشجع الجمهور ديال الراجل، نقدر نقتل خويا، نقدر نقتل ولد خالتي، نقدر نقتل ولد عمي، نقدر نعرض ولد عمي للعنف. راه هادشي راه ما كنشير بحاجه، راه فين من غتجي؟ يقدر يكون الاب ديالي انا دايز من تما. ولا نهرس الطوموبيله ديال واحد من المعارف ديالي. كاين الناس مساكين اللي مقاتلين مع الوقت. واحد السيد مسكين راه كان لابس الفوقيه، راه عرضوه السرقه، راه مشى دار لهم المتابعه. قال لك انا ما كنشجع حتى فرقه، قال لك انا ما كنتفرجش في كره نهائيا. دابا شوف شدوني سرقوني. علاش؟ هذوك شوف نرجعوا للموضوع اخر. هذوك الناس اللي ساكنين بالجوار ديال الملك محمد الخامس اللي كيتسالوا لهم ممتلكات ديال السيارات هذيك واحد السيد راه تلقاو لها في شارع غاندي بعد راس الخوها. واحد السيد راه تلقاو لها في شارع غاندي، هذه راه مرة دايزه بالطوموبيل، ما كتعرف رجاء، ما كتعرف وداد، ما كتعرف الجيش الملكي، هرسوا عليها الجاج تختلى في عينيها. هذه مجموعه من الامور خاص اعاده النظر فيها. والله يجازيكم بخير. هذه رساله موجهه للشباب، رساله موجهه للجماهير. الله يرحم لكم الوالدين. انا ما فكروا قبل ما ديروا اي فعل اجرامي، فكروا قبل ما تهزوا معكم اي حاجه، فكروا غير الوالدين ديالكم، فكروا غير الوالدين ديالكم. انا ما كنعممش، جماهير الجيش الملكي فيهم الناس زوينين، فيهم الناس قارين، فيهم الناس واعيين، ولكن البعض منهم، بعض المحسوبين اللي تم التوقيف ديالهم راه ما وقفوهمش غير هكاك، ما اعتقلوهمش غير هكاك، راه اعتقلوهم انهم هازين السيفو وهازين الجناوه، وواحد هز مقده. كلشي بين موثق، كلشي موثق. راه حنا كنا بدورنا، انا فعلا كنت تما كتسمع ها هما متابعيننا حنايا، ها هما متابعين الصحافه. اش هادشي، اش هاد الفوضى هادي؟ الحمد لله اللي عندنا الامن في بلادنا، الحمد لله اللي عندنا القضاء النزيه ياخذ المجرى ديالو، والقانون فوق الجميع. هو شخص يكون عقوبه شجريه باش ما يبقاش فعلا انسان يحمي راسو. راه الوالدين هما اللي كيبقاو في هادشي. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين الى ما حضيو ريوسكم. كل عام كنقولوا راه الامور غتقاد هادشي ديال الشغب غيحيدوا، لكن للاسف الله يهديهم، الله يهديهم. واش ملي كتولي السيوفه والسواطير وكتلقى الحجر وكتلقى سرقه الله يهدي الشباب. هادشي اللي كنقولوا، الله يهدي الشباب، الله يهدي الشباب اللي صراحه امور خطيره كتوقع. الله يهدي. سير اختي سير. يعني بعض المحسوبين على جماهير الجيش الملكي اللي صراحه تم التوقيف ديالهم ويحققوا بالحوزه ديالهم مجموعه من العصابات في مدخل المدينه، بالضبط سيدي مسعود. اذا تحياتي الامن، برافو الامن، تحياتي لهم. إذا مشاهدينا الكرام، بالنسبة للمشاهدين اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر، غادي نعاود نذكركم حنا الآن أمام محكمة زجرية بعين سباب. في هذه اللحظات تقديم بعض المحسوبين على جماهير الجيش الملكي اللي تم التوقيف ديالهم بالحوزة ديالهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وواحد لقاو عندهم مقدة. حنا ما كنعموش، كاينين جماهير ديال الجيش الملكي اللي صراحة كيديروا مجهودات كبيرة، كاينين جماهير اللي صراحة برافو ليهم اللي قراو وخدموا واعيين، وكاين اللي ما عرفتش التهور اللي دا لهذا الشيء هذا. فتحياتي للعناصر الامن اللي داروا واحد الدور كبير حتى تمكنوا من التوقيف ديالهم قبل ما يوصلوا للملعب. يعني لكم ما كانش هذوك البراجات كنقولوا
كانت عمليه تفتيش دقيقه. تفتيش دقيقه لان كان شوف كانت كاين شي اخبار كتقول انا غيوقع هذا الشيء لان ماشي وليده اليوم كانوا جايين معولين. بعض منهم ماشي معول. اللقاء الكلاسيكو اللي كيدور ما بين فروق الدار البيضاء والجيش الملكي ديما كيوقع هذا الوقع. يعني 6 سنوات وهذا اللقاء محبوس بدون جماهير ويكلو. الله يهديهم. شوف هادشي اللي كنقولوا لهم الله يهديهم. هاد السنه داروا استثناء زعما غنلعبوا بالجمهور وقعت هذه الواقعه الخطيره. انه يدير لهم شتا ولد الخير. حتى واحد ما تبغي ليه هذه البلاصه ولكن ما عندك ما دير. حتى واحد ما غتبغي ليه. شكون اللي كيتكرفس دابا؟ الوالدين هما يعني ولاد الرباط الوالدين هم ساكن هنايا. الوالدين غير يجي لهنايا. يعني كيدير الحاله ديال الوالدين ديالو والعائله ديالهم من نهار تشدوا حتى لدابا وغتبقاو مع الدراري الصغار هادو. خويا راه هذا هو الواقع بغيتي ولا كرهتي. هذا هو الواقع بغيتي ولا كرهتي. حنا كندويو في كلام في صميم. هذا هو الواقع بغيتي ولا كرهتي. هادشي موثق واش حنا هادشي راه بالكاميرات. هادشي راه البوليس مصورينه. هذا هو الواقع غير معتقلين بنادم. وهادشي كان مباشر. حنا غنحيدوا هادشي اللي وقع في البدايه هو اللي وقع في اخر اللقاء. بعد الماتش هذاك راه فوضى عارمه وذاك نتمنى ان هادشي هذا يبقى بكل روح رياضيه. نتمنى ان الكره تولي بكل روح رياضيه. حنا مقبلين على عده تظاهرات. هادشي اللي كنتمنى. هذا هو المشهد كيفاش نسوقوا الله يهدي الشباب الوجه ديالنا والوالدين. الوالدين مساكن الله يكون في حسن عوانهم. الله يدير لوليداتكم شتا ولد الخير. راه حتى شي واحد ما تبغي ليه هذه البلاصه هذه. حتى شي واحد ما تبغي ليه السجن. حتى واحد ما تبغي ليه ولكن الطيش والتهور ديال بعض الشباب الله يهديهم. انا اتمنى انه تكون توعيه. نتمنى انه كتبدا من الوالدين من الوالدين. بقى لي ما نقول مشاهدينا الكرام لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هذا هو الواقع اخويا. راه ما احنا ما غاديش ندرقوا الشمس بالغربال. احنا ما غاديش ندرقوا الشمس بالغربال. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع اللي كنعيشوا فيه. في هذه اللحظات راه كيتم التقديم ديالهم امام انظار النيابه العامه اللي غادا تاخذ المجرى ديالها واللي غادا دير القانون لان القانون فوق الجميع. مشاهدينا الكرام الله يهديهم. الله يهدي الشباب. اذا مشاهدينا الكرام حسبي الله ونعم الوكيل. دابا غنتكلم على الناس اللي مضروبين مساكن حتى هما. الناس اللي مضروبين حتى هما ولا اللي تشفروا حتى هما شنو ذنبهم وشكون اللي غادي يتم التعويض ديالهم. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شعب قناه شوف تيفي احداث شغب اللي وقعت في مدخل مدينه الدار البيضاء من بعض المحسوبين. انا ما كنعممش ولكن بعض المحسوبين الجماهير ديال الجيش الملكي فيهم ناس قارين فيهم ناس واعيين فيهم ناس واصلين الحمد لله فيهم ناس اللي عندهم مستوى عالي مستوى دراسي عالي فيهم ناس اللي دي كادر اللي واعيين تبارك الله. ولكن البعض منهم اللي كان متهور وقع في الفخ وهازين معهم اسلحه بيضاء وتم الايقاف ديالهم من طرف العناصر الامنيه. اذا بهذا مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم على حسن المتابعه وهذا هو الواقع اللي كنعيشوا فيه. حنا ما غاديش نرقوا الشمس بالغربال بغيتي ولا كرهتي. راه تم التوقيف ديالهم باسلحه بيضاء وكان داك الشيء على المباشر. مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم على حسن المتابعه. شكرا لكم.